شوف، عمر ما منتخب مصر كان مرشح انه يخسر من فريق وخسر منه. عمر ما منتخب مصر حد طلع قبل الماتش وقلل منه وكسبه. فبعد الفيديو الاستفزازي بتاع منتخب السنغال وهم بيحطوا ايديهم في جيوبهم وبيقول لك الماتش مضمون، عندي احساس ان احنا هنكسب والله العظيم. اصل انت لو رجعت بالذاكره لورا كده هتلاقي ان دروجبا في 2008 برضه عمل نفس الكلام وخد على وشه وخد 4-1 وروح بيته. ونفس الكلام برضه في 2010 لما منتخب غانا اتنمر علينا برضه وخد على وشه هو كمان في الفاينل وخدنا البطوله ساعتها. وبعد كده في 2021 لما منتخب الكاميرون قعد يتوعد لنا وان هو هيكسبنا والكلام ده وبرضه وعلى ارضه وبرضه خسر مننا. حتى الماتش اللي فات بتاع كوت ديفوار لما لعبته طلعت تقلل مننا قبل الماتش، لعبنا ماتش جامد فشخ والله وكسبنا ولولا الشناوي كان زمانها بقت 3-0. فانا عندي سنه اطمئنان مش عارف جايه لي منين، بس يعني عندي سنه اطمئنان كده ان احنا عمرنا ما حد بيقلل مننا وبيكسبنا. حاسس ان احنا بنجز. يعني اتمنى بقى الروح دي تبقى عند اللعيبه اللي هو لا ما حدش يقلل من منتخب. عارف انت لو ما قللتش تكسبنا عادي بس ما تقللش مننا، خصوصا كمان بعد اللي عملوه فينا في 2021 بعد ما طلعونا كسبوا افريقيا وبعد كده طلعونا من كاس العالم. فاتمنى باذن الله اللعيبه تبقى جاهزه زي ما انا جاهز دلوقتي ده. يعني انا لو عليا انا عايز اسافر المغرب دلوقتي اروح مثلا اضرب السنغال في دماغهم، عايز اعمل حاجه يعني زي ما هم جايبين الواد اللي هو بتاع الليزر ده جايبينه بطياره خاصه من السنغال. والله اتمنى يعني ان احنا باذن الله نكسب الماتش. خايف جدا طبعا بس حاسس ان احنا والله هنعملها ان شاء الله وربنا يستر.